ايه هتفضلوا تشوفوا الوصفات كده من غير ما تحطوا لايكات ولا كومنتات؟ محدش بيقول يسلم ايديك يا بنوب ولا بتحطوا لي قلوب. ده انا النهارده عامل لكم الفراخ المقرمشه. فراخ يا جماعه المحلات اللي بتاكلوها من بره، بصوا الكميه دي كلها بنص فرخه بس. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم انا شيف ابانوب والوصفه دي حقيقيه على فكره ومش كدابه. يلا شجعوني علشان هنزل لكم وصفات كتير. اول حاجه كده بجيب الفراخ وببدا كده اقطعها قطع صغيره. طبعا الفراخ بتاعتنا يا جماعه مش بسلقها خالص، خلي بالكم. من نص فرخه عملت يا جماعه الكميه دي كلها. دي الحته اللي هي ايه الورك، تمام. خدت الدبوس كده وبدات افتحه من النص، وقبلها خدت الحته اللي قبلها يعني، وبدات كده اقسمها على ثلاثه. كان الورك بتاعي كبير شويه. قبلها طبعا بغسلها بقى غسله كويسه بميه وورق لورا ودقيق وشويه من الملح وشرايح ليمون. بصوا يا جماعه لازم كده ابدا كده اقطعها ونوصل ايه للعظم بتاع الفراخ عشان تبقى مستويه من جوه ومن بره وما فيهاش ولا نقطه دم. بعد كده هعدلها بقى التتبيله. عندي كوبايه من اللبن، دي نص فرخه زي ما قلت لكم. وبعد كده عندي معلقه ونص من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكزبره الناشفه، ربع معلقه من الجنزبيل، نص معلقه من الكاري، ربع معلقه من الكركم، والسبع بهارات حوالي كده معلقه. وحطيت معلقتين كبار من الخل. وهبدا بقى ادي تقليبه حلوه جدا 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 للفراخ مع التوابل دي كلها مع اللبن. تمام. بصوا بقى، عايزين تحطوا شطه حطوا. انا حطيت كده بديل الشطه، ده كاتشب بطعم الشطه. تمام. عايزين بقى تحطوا كاتشب عادي تمام، باربيكيو صوص مفيش مشكله، اي نوع صوص ممكن تحطوه. بعد كده هدي بقى تقليبه وهسيب بقى الفراخ لمده ليله كامله في التلاجة. كل ما تقعد اكتر كل ما هتبقى حلوه وطعمها حلو وتستوي اسرع. بعد كده عندي بقى حوالي كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم نص معلقه ملح ومعلقتين صغيرين من النشا. هبدا بقى شويه صغيره من البيكنج باودر والبابريكا وكمان الكركم ومعلقه كاري، وهدي بقى تقليبه. وهو ده الكفر بتاع الفراخ. جبت بقى ميه، والميه دي حطيتها في الفريزر يا جماعه، يعني ميه متلجه جدا. وهبدا بقى تاني يوم، يعني ده تصوير تاني يوم. فتحت بقى الطبق بتاعنا. بصوا يا جماعه الفراخ من جوه خدت من طعم التتبيله، والفراخ نفسها بقى يعني التتبيله دخلت جواها. تمام. عايز اقول لكم ان معلقه الخل هتخلي الفراخ تستوي معاكي اسرع. هاخد بقى الفراخ بتاعتنا وهبدا كده احطها في طبق الدقيق اللي انا حطيت له توابل، وافضل بقى ايه يمين شمال شرق غرب جنوب، بصوا كل الاتجاهات. ونعملهم كده بتاع 10 مرات. بصوا يا جماعه لازم يا جماعه تضربوا كده فوق ومن تحت في كل حته، ولازم مفيش حته ما تكونش وصل لها الدقيق. خطوه مهمه جدا تفرق بين حد وحد. انفضها كويس جدا 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 من الدقيق، وانزلها في الميه الساقعه كده لمده ثانيتين، واطلعها. وبعد كده انزلها في الدقيق تاني، وابدا بقى اكرر باقي الخطوات. اللي انا همسك قطعه الفراخ هبدا انفضها كويس جدا جدا من الدقيق، وبعد كده هنزلها في الميه الساقعه بتلج لمده ثانيتين، وابدا بقى ارجعها للدقيق بتاعنا. وهبدا بقى اعمل كل الكميه بنفس الطريقه. بصوا يا جماعه ما ندوسي بقى، يعني الخطوه دي انا مش عايزكم تدوسوا على الفراخ خالص. يعني تحطوا كده الدقيق اكنكم بترشرشوه زي ما انا بعمل كده. ما تدوسوش عليه، لو دوستوا عليه مش هيعمل العلامات بتاعه الكريسبي. خلي بالكم. بعد كده بنفضه خالص من الدقيق، وببدأ كده اكون مسخن الزيت قبلها كده مثلا بحوالي ايه 5 دقايق. الزيت يكون ايه على نار متوسطة. اول ما احط الدقيق ويبدأ كده يبدأ ياخد اللون، هبدأ اوطي خالص واسيبه لمدة 10 دقايق. وبعد كده بقلبه الناحية التانية واسيبه كمان لمدة 10 دقايق من نار متوسطة لنار ايه لنار هادية شوية. تمام. بعد كده قعد حوالي تلت ساعة، ببدأ أطلعه على مصفى، ما طلعوش على مناديل. لو طلعته على مناديل القرمشة بتاعتك هتروح. خلي بالك في تفاصيل تفرق ايه حد من حد. بصوا يا جماعة الفراخ مقرمشة جدا وجميلة، وخلي بالكم انها مستوية من جوه ومن بره ما فيهاش ولا نقطة دم. النهاردة عملت لكم الفراخ المقرمشة. لو عايزين بقى طريقة الكروسلو قولوا لي، ولو عايزين الرز الريزو برضو اكتبوا لي في الكومنتات. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لها شير، وانا ابانوب وافتكروا اني مش كداب.